هذا شارع قرطاج. شارع قرطاج. هذا قرطاج الشهير. لطفي بوشناق راح يكون عنده حفلة يوم 29 في مهرجان قرطاج. كل سنة لطفي بوشناق وصابر الرباعي والفنانين معناتها العمالقة التوانسة أكيد لازم يكونوا بالحفل. بالضبط، لازم يكونوا موجودين. يعني كنت أسمع إنه تونس الخضراء، بس من تسمع مو مثل يعني تشوف. لما تجي هنا وتشوف بعينك تشوف الخضار. لا، لازم تكون يعني لازم واحد يقول تونس الخضراء طوخ يعني غامق، مش بس تونس الخضراء. الشعب التونسي محب الشجرة. بالضبط، الزيتونة والشجرة. محب الشجرة بجميع أنواعها. شعب محب للشجرة، مسالم، شعب مسالم. محب للشجرة، يعني حاجة تقدر تقول إنها مقدسة. بالضبط، الشجرة يعني ممنوع المساس بها. جميلة والله، يعني جميلة هاي الأشجار والعناية بها والترتيب بها. يعني أنت تعرف هذا يكلف كثير. يعني لو تروح لربوع الكاف، ربوع باشا، عين دراهم، سيدي بوزيد، القصرين، بنزرت، سوسة، المنستير، نابل، هنيك راح تشوف الخضار. صحيح، يعني مساحات شاسعة خضراء. بالضبط. يعني رحت القفصة. قفصة صحراء. تعرف صحراء. تعرف شو سميتها؟ سميتها الصحراء الخضراء. وتعتبر صحراء عندنا احنا في تونس، تعتبر صحراء. نعم صحيح. ما هي خضراء. صحيح، لكن يعني الصفار غالب، لون الصفار اغلب. بالضبط، لكن اني اول مرة اشوفها اشوف انه في زيتون، كمية زيتون كبيرة على. لا، كمية الزيتون بالجنوب التونسي كبيرة جدا. حتى هذا التين الشوكي موجود بكثرة. فتباوع الاشجار طويلة، يعني 6 متر 7 متر عادي. هذه قديمة اصلا. عادي. انت قول قديش كلفت انه تعتني بيها هاي الشجرة حتى توصل لهذا العمر. قديش وراعيتها خلال هاي الفترة. وحتى قلت لك ريت حتى هون يرعاوا الشجرة. اي نعم، هون بالضبط. نعم لانه المترو بيعدي. بالضبط. شفت مقلميها. مثل هم ما شفنا شارع الحبيب بورقيبة. قديش حلو. اتوقع يعني هذا صار له الاشجار 100 سنة او اكثر. انت راح تشوف منطقة قرطاج اكثر اللي راح نمر عليها لدخول سيدي بوسعيد. لا، تخليني ابقي شوية فيديو حتى تشويق حتى يكون عندي مساحة في التليفون واقدر اصور بيها. اقطع